ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ معاكم توته من مطبخ حلو حادق. النهارده هنعمل الشوربه بطريقه تحفه تحفه تحفه، واللحمه هنعملها بطريقه مختلفه عن ما احنا بناكلها على طول. اكيد كلكم زهقتوا زي ما انا زهقت من كل يوم بنعملها بوصفه شكل وبطريقه شكل. النهارده عملتها بطريقه هتعجبكم بجد، تحفه قوي قوي قوي. وعملت فيها وصفه كده خليتها بجد طعمها وريحتها خرافه. لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس اوعوا تنسوا عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لنا لايك وشير، واكتبوا لنا تحت في الكومنتات انتوا منين وبتعملوها ازاي. يلا بينا نعرف المقادير بتاعتنا ونعرف الطريقة ونعرف ايه الوصفة بتاعتنا. دلوقتي معانا المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. معانا اللحمة على حسب نص كيلو كيلو، على حسب مقدرتك وعلى حسب الموجود عندك. ومعانا انا جبت مواسير من عند الجزار، مش عارفه انتوا تعرفوها ولا لا. بجد بتخلي يعني بتخلي الشوربه بتاعتك في حته تانية خالص. بتخليكي تستغني اللي انت تزودي سمنه، بتخليكي برضو تستغني عن حاجات كتيره قوي، بس تحفه قوي. بتخلي الشوربه بتاعتك حلوه وجميله. يعني جربوها هتعجبكم قوي. هاتوها مره وانتوا بتجيبوا مثلا اللحمه بتاعتكم او كده، وجربوها في الشوربه وهتدعولي. واعذروني واعذروا صوتي معلش. ومعانا طماطمايه كبيره كده بشرينها، ومعانا بشر بصلايه برضو كبيره، ومعانا بشر بطاطسايه صغننه. لو ما عندكيش بطاطس حطي جزر. هيفيد بايه يا توته؟ هيفيد باللي انت الشوربه بتاعتك هتستوي بسرعه. الشوربه بتاعتك برضو هيبقى طعمها ليها طعم كده مميز ومختلف. جربيها وهتدعيلي. ومعانا معلقتين سمنه صغيرين. زي ما قلت اللي انتي الماسوره هتخليكي تستغني اللي انتي بتحطي السمنه كتير، ما تحطيش زبده كتير. انتي على حسب عندك زبده عندك سمنه. انا حطيت معلقتين صغننين، انتي عايزه تحطي معلقه حطي، مش عايزه ما تحطيش خالص براحتك. بس ايه يعني، يا ريت تحطي معلقتين او معلقه صغيره بجد، هتحولك الطعم في حته تانية خالص. عشان نشوح بيها برضو ايه اللحم. واقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي يا ست البنات. بص كده معانا دلوقتي ايه تاني. التوابل بتاعتنا عبارة عن مكعبين مرقة لحمة. انت لو ما عندكيش مرقة لحمة وعندك مرقة دجاج حطيها. ما بتحبهاش يا توته اعمل ايه؟ ما تحطهاش، مش لازم، اللي يريحك. ودلوقتي معانا حبهان ورق لورا حوالي نص معلقة صغيرة، وبصل بودرة معلقة صغيرة، وتوم بودرة معلقة، نص معلقة قصدي سوري، نص معلقة صغيرة بصل بودرة، ونص معلقة صغيرة توم بودرة، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. يعني مش كتير، مش نص معلقة نص معلقة، يعني بسيط كده. ومعانا معلقة ملح صغيرة، ومعانا معلقة سكر صغيرة. ليه يا توته حطينا سكر؟ السكر بيخليلك اللحمة تستوي بسرعة، وبيخلي الشوربة في حتة تانية بجد. جربيها هتدعيلي. ومعانا رشة بسيطة قوي لو انتوا شايفينها، جوزة الطيب، بتخلي الاكل تحفة. ما تكتريش منه عشان ما يمررلكيش الاكل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. ما عندنا حلة طبعا على النار. دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي الحلة بتاعتنا هنشغل عليها النار. انا كنت ناسية خالص، شغلنا عليها النار. وما تنسيش تحطي مية في الكاتل بتاعك، تمليه على اخره كده مية، عشان هقولك دلوقتي هنعمل بيه ايه. دلوقتي هننزل بالسمنة بتاعتنا. لحد ما السمنة بس تسيح كده. دلوقتي السمنة بتاعتي ساحت. هننزل بأول حاجة المنصورة، وبعد كده نعملها كده بالطريقة دي، قلبيها يعني، قلبها. دلوقتي هننزل باللحمة بعد ما قلبنا طبعا المواسير. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دايما سموا الله وانتوا بتعملوا اكلكم، سموا الله، صلوا على النبي، علشان الاكل يبقى فيه بركه كده. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي على طول. فاهمين ازاي؟ طبعا هنقلبها كتير كده، يعني مش كتير قوي،
لحد ما بص، شايفين لونها اتغير ازاي؟ بصوا لونها، اول ما لونها يتغير كده نقوم نازلين بايه؟ بالطماطمية اللي احنا بشرينها، وننزل بالبصلايه اللي احنا برضو بشرينها، وبالبطاطسايه. لو ما عندناش بطاطس قلنا هنحط ايه؟ هنحط جزر. وننزل طبعا بالتوابل بتاعتنا اللي هي مرقه اللحمه والحبهان وورق لورا والبصل البودره والثوم البودره والفلفل الاسود ورشه الجوز الطيب، حبه الملح، وكمان معلقه السكر. اوعوا تنسوا السكر، السكر اهم من كل ده. طبعا كله مهم بس السكر ليه اهميه اكتر. ونقلب بقى شويه كتير كده، وارجع لكم تاني تكون الكاتل بتاعي يكون الميه سخنت فيه. دلوقتي بقى هننزل بالميه بتاعتنا، الكاتل خلاص الميه سخنت فيه. سمي الله وخلي بالك وانتي بتنزلي الميه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. دي كده نزلنا الميه بتاعتنا، هنقلبها بقى تقليبه كويسه قوي وبالراحه وانتي بتقلبي على مهلك عشان الميه برضو ايه سخنه. مش هنحط فيها اي حاجه ولا هنعمل فيها اي حاجه. هنغطي بقى دلوقتي، هنغطيها، واول ما تحس اللي هي قلت منك، يعني الشوربه غليت قوي والشوربه ابتدت تقل واللحمه لسه مستوتش، هنزودها شويه ميه عادي خالص من الحنفيه، ميه ساقعه مش لازم ميه تكون سخنه. دلوقتي بقى هنغطيها وهنرجع لها تاني اول ما تستوي، واقولك يا ست البنات بقت عامله ازاي، واقولك برضو ندفع عليها امتى. بجد شايفين المنظر تحفه تحفه، اللهم صل على النبي، اللهم بارك، جميله قوي، اللهم صل على النبي. وعايزه اقول لكم يعني التوابل اللي حطيناها مع البطاطسايه مع الطماطمايه مع البصلايه مع المواسير بجد خلت حبه شوربه تحفه. ونسيت اقول لكم اللي ديت لحمه عجالي مش لحمه جملي ولا خرفان. لو جملي او خرفان ممكن تعمليها بنفس الطريقه، بس اللي بيفرق في الجملي اللي احنا بنشوحها شويه كتير لحد ما تنزل البهاريز بتاعتها، وبعد كده بنقوم مزودينها. دلوقتي انا هزودها وارجع اوريها لكم لما تستوي ان شاء الله. دلوقتي بعد ما خلصنا الشوربه بتاعتنا واللحمه، بجد الريحه والطعم تحفه تحفه تحفه، بجد جميله قوي قوي. جربوها حلوين بنفس الطريقه هتعجبكم قوي بجد، مفيش اطعم ولا احلى من كده. لو ما عملتولناش لايك ووصلتوا معايا لاخر الفيديو، اعملوا لنا لايك واعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حلوين. هتوحشوني، باي باي.